أساطير لم يحقق الكرة الذهبية. هي أعظم إنجاز كروي يلوح في آفاق اللاعبين، وأسمى هدف رياضي يتلألأ في سمائهم. يجتهد هذا لنيلها، وذاك يعمل بلا كلل من أجلها، وأولئك أيضا يتبعون ذات الدرب ونفس الطريق. هناك من تبتسم له سماء الإنصاف ويحصدها، وكثر من تحجب عنهم شمس العدالة وتسرق منهم. لسنا بصدد رش العطر على الجروح القديمة، أو حتى التعمد بفتحها والتجول داخل متاهات ذكرياتها. دموع توتي تحكي، إحباط مالديني يروي، وحزن ديلبييرو يؤكد أن معاييرها باتت ظالمة ومجحفة. اسألوا هنري عن الإنصاف، ليحكي جيرارد عن العدالة. وإن أجاب لامبارد حينها نغير رأينا. جيجز قد سأم، وسكولز قد تعب، وتشافي أرهقه بطشهم، وشنايدر أذاب قلبه جحودهم. حتى عبقرية نيستا لم تسلم من ظلمهم. تصبر يا بيرلو ولا تحزن يا راؤول، من قبلكم كان بيركامب لتلك السياسة قتيلا. وبين حقيقة إبداع هؤلاء واليقين باستحقاق أولئك، لسان إبراهيموفيتش يحكي كيف يكون الظلم قاسيا. اختلفت المعايير وتغيرت المبادئ، تسيست القواعد وتم تبديل الأسس، حتى تم تغيير مسار الطريق. فهذا لا يريدها حقيقة، وذاك لا يرقب بها يقين. وبين رغبة الأول ومبتغى الثاني تحت أقدامهم دهس هؤلاء. مهما كانت قسوة القرار، ومهما بلغت مرارته، تلك القيمة لا يمكن أن تبدل، وإطلاقا لا يمكن أن تمس. جائزة تمنعت عنهم حتما هي الخاسرة، وقرارات أبعدتهم عن زاوية الطريق لا قيمة لمصداقيتها. من يفتقد المبادئ لا يكسب الاحترام، ومن يخسر الأسس لا تعنينا قواعده. بغي الأمس لم ينسى، واضطهاد اليوم لا زلنا نتذكره. وبين هذه وتلك فقدتم احترامنا. أصدق عبارة تعبر عن جوهر ومضمون الموضوع، وعن فقدان احترافية أسياد القرار، هي جملة توتي الشهيرة: الفيفا تبحث عن البقرة التي تجر لها أرباحا أكثر من بحثها عن النجوم.